بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. العنوان الكبير اسمه نحن نملك كل شيء، والفكرة الاساسية تعالوا نركز في اللي عندنا مش في اللي مش عندنا. وللاسف اغلبنا بيبقى دايما باصص للي ناقص، للي مش موجود، فاغلبنا مش راضي قوي، مش شاكر قوي، اصله مش مدرك اللي عنده. هو دايما حاسس في حاجة مش عندي وده مضايقه، بينما الطبيعي لا، احنا عندنا كتير قوي، واللي مش عندنا ده وراه حكمة على فكرة، في الاخر بيطلع لينا مش علينا. عشان كده عاوز اقول تأمل في كلمة عظم الرب الصنيع معنا. والتعبير اللي في الانجليش تلاقوه كتير great things، يعني ربنا بيعمل حاجات عظيمة في حياة كل واحد. great things، فالعظمة هنا مقصود بيها في حياة كل شخص. في حاجات كبيرة قوي عظيمة قوي معمولة وملكش فضل فيها، بس مش دايما شايف. فالمزمور بيقول إذا ما رد الرب سبي يا صهيون. رجوع المسبيين كانت حاجة unexpected، ما حدش متوقع. فلما المسبيين ابتدوا يرجعوا صرنا فرحين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا. حينئذ يقال في الأمم اللي بره قالوا ده ما كانش ينفع يحصل. عظم الرب الصنيع، يعني اللي بره قال great things، ده مش طبيعي اللي حصل معاكم. عظم الصنيع معهم، فيقوم هو بقى بيتكلم نيابة عن اليهود يقول حقا عظم الرب الصنيع معهم. يعني ساعات اللي بره يشوف ان اللي عندك كبير قوي وينبهك انت على فكرة اللي حاصل معاك ده دي معجزة، دي حاجة كبيرة، فتاخد منه وتقول صحيح فعلا اللي حصل ده كتير قوي. عظم الرب صنيع معنا فسرنا فرحين. أردت سبينا يا رب، يعني كملها على خير يا رب. حكاية رجوع السبي دي زي السيول اللي نازلة من غير معاد. والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون. يعني ابتدت بالدموع والغلب، لكن يعودون بالفرح حاملين الحصاد. دايما أعمال ربنا مش عادية، أعمال ربنا دايما عظيمة. عظيمة هنا معناها أكتر من التوقعات. يعني مثلا لو درست فكرة الطوفان وإن الطبيعي العالم كله يغرق ومحدش يعيش، فكرة الفلك دي عظيمة قوي. الناس تعيش في المكان المقفول ده كل الفترة دي معجزة. بعد كل ما العالم ينتهي يبقى لسه في بشر عايشين، دي حاجة عظيمة قوي. لما أبونا إبراهيم لوحده بشوية رعاة يغلب 5 ملوك، ده مش طبيعي، دي مش حاجة طبيعية أبدا في التاريخ. لما يوسف حتة النكرة العبراني اللي مالوش حد يعرفه في مصر يوصل يبقى رئيس العالم ومنقذ العالم من المجاعة، حاجة عظيمة أوي. لما موسى العجوز ينقل كل العبرانيين من ذل العبودية للقاء مع الله في البرية والتأسيس شعب الله، دي حاجة عظيمة جدا بكل المعجزات اللي حصلت في السكة. لما يبقى عماليق شعبه مرعب محدش بيقف قصاده يتهزم بسبب ايدين الراجل العجوز، وشعب تاني اسمه الاموريين يكسح المنطقة، يجي عند شعب ما عندوش جيش اساسا ينهار. لا، دي كلها حاجات over expectations، فوق كل التوقعات. ومن هنا نفهم يعني ايه عظم الرب الصنيع معنا. لو كل واحد فينا راجع حياته كويس هيلاقي ان في ضيقات تحولت الى بركات. ضيقة كان اعلى احلامك انها تخلص، لكن صدقني نفس الضيقة اللي كنت تتمنى انها بس تخلص، في بعض منهم تحول الى هدية والى بركة والى مكسب لا تتخيل. مع انها كان كل اللي نفسك فيه بس بلاش منها وخلاص. مثلا ازمة استير، دي أزمة مرعبة، ده هيبات شعب الله تتقلب 180 درجة، كل أعداء شعب الله ينهاروا، ومردخاي اللي كان هيتصلب
يبقى قائد العالم. دي حاجة دي اتقلبت خالص. أزمة يهوديت لو أنتم مذاكرين، خلاص قرار إعدام شعب كامل، وتطلع أرملة شابة جميلة تغير الموازين كلها، ويبات شعب وثني جبار محدش كان يقدر يقف قصاده، مع ان هي كان كل اللي يتمنوه يتزحوا ويبعدوا خلاص. لا، النتيجة غير كده. أزمة دانيال، كل اللي الناس محبي دانيال يتمنوه بس دانيال يعيش. لا، دانيال مش بس هيعيش، دانيال هيعيش وبسببه يسجد لإله دانيال في كل العالم، ويبقى إله دانيال معروف عند كل الأمم لمجرد أنه خرج حي من جب الأسود. أزمة حزقية الملك، حزقية كل اللي يتمناه تقل الخسائر، الشعب كله هيباد لأنه تحدى الأشوريين، تحدى جيش سنحاريب الذي لا يقهر. سنحاريب هو اللي يموت، والجيش يطلع منه 185 ألف واحد في ليلة ميتين، وهزيمة غريبة عجيبة عكس كل التوقعات. أزمة الأرامل في الكنيسة الأولى، بس يتصالحوا، بس الستات يهدوا على بعض عشان نعرف نعيش. لا لا لا، ده هيطلع سيستم جديد اسمه الشمامسة، هيكمل معانا طول الأجيال عشان يقود الكنيسة. إذن كل أزمة من دول ابتدت بأزمة كل الناس تتمنى بس تعدي على خير. لا، هي مش هتعدي، هتعدي وهتقلب وهيجي وراها خير ما كنتش تتخيله. طبق بقى في حياتك ودقق، هتلاقي كل واحد فيكم يقدر يكتب قصة خاصة بيه. صدقوني لو فحصت حياتك بدقة هتلاقي بعض الخبرات اللي كنت معتبرها وجع قلب وضيقة، لو درستها من منظور كده يعني واسع شوية، بصيت من فوق قوي، هتلاقي انها من اجمل الخبرات في حياتك، من اكتر الحاجات اللي نقلتك نقلة ما كنتش تستاهلها او تتوقع. ما لا نراه نحن قد يراه الناس. يعني ساعات حد يجي يعلق يقول لك انا مش عارف انت عملت كل ده ازاي، انت اساسا مش شايف نفسك عملت حاجة. طب الجملة دي معناها ايه؟ معناها في حاجة كبيرة اتعملت، انت كنت عايشها دقيقة بدقيقة فمش واخد بالك، بينما اللي بره شايف ده كتير، ده كبير، دي حاجة عظيمة. فانت بعينين اللي بره بتكتشف انا عندي حاجات عظيمة فعلا. كتير منكم كان يتمنى يعدي الابتدائية في يوم من الايام، انتوا النهاردة دكاترة وحاجة كبيرة، بس انتوا نسيتوا انه في مراحل معينة كنا مستكترينها ومكبرينها قوي، النهاردة المنظر مختلف. عشان كده يقال في الأمم الرب عظم الصنيع معهم. تأكد اللي انت مفترض انه عادي بالنسبة لناس تانية حلم على فكرة، وحلم بعيد يعني التحقق، مستبعدينه، وانت عندك وببلاش وما دفعتش فيه تمن ومش عاجبك قوي، بينما ناس كتيرة قوي تتمنى. احنا ساعات بننسى اللي كنا محتاجينه لانه خدناه بزيادة واحتاجنا حاجات كتير بعدها فنسينا، بينما في لحظة معينة كنا اللي احنا فيه ده كان قمة احلامنا. في حكاية كده خاصة بجدعون، ربنا حب يشجع جدعون. جدعون كان شخصية جميلة، فلاح بسيط عنده إيمان لكن إيمانه بيتهز كل شوية، وفي ليلة الحرب هو لسه بقى إيه مهزوز مع عدد قليل وهيحارب وثنيين ما لهمش عدد، فتهز وقال له يا رب خايف، ممكن تشجعني بحاجة تاني؟ كل مرة يديله علامة تشجعه، فربنا اختار له هو العلامة، قال له انزل اتسحب وقرب من خيام الأعداء. فنزل على الجبل بالليل واتسحب وضرب ودن جنب خيمة كده، أتاريها خيمة القادة، فسمعهم بيحكوا مع بعض. فقائد بيقول لقائد زميله أنا حلمت بكابوس امبارح. قال له خير؟ قال له رغيف عيش بيدقلك فوق الجبل طربق علينا المعسكر كله. قال له يبقى سيف جدعون هينزل على رقبتنا. مين اللي بيسمع؟ جدعون.
اللي معهوش عدد قد كده وقدامه جيش ملوش آخر، فرجع زي الأطفال في منتهى السعادة. ليه؟ هم مرعوبين منه وهو شايف نفسه ولا حاجة. هم بيقولوا هيغلب هيغلب. ده الوثنيين اللي ملهمش عدد، يعني ملهمش آخر. عشان كده تعبير جميل في المزمور يقول: عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين. احنا في حلم، ساعات اللي نكون فيه واحنا مش دريانين كأنه حلم اتحقق، لأنه بالنسبة لناس تانية كان حلم، بس انت عشان متعود عليه مش واخد بالك منه. زي شعب إسرائيل وهم بياكلوا المن، خلاص زهقوا. يا عم المن ده احنا نطول نشوفه حتى مش ناكله. ده بالنسبة لشعوب تانية ده حلم. يعني ايه؟ الملائكة بتخبز لكم كل يوم، هو ده اللي بيحصل. داود سماها خبز الملائكة. أكلة يومية ل600 ألف عيلة، وليمة يومية بتتحضر في السماء وتتنطر تنزل جاهزة. هو حلم بس هم اتعودوا عليه فمحدش واخد باله. انت مصدق اللي انت فيه؟ انت ليه مش مصدق ان اللي معيشك للنهاردة وساتر عليك ورفعك واداك نعمة في حاجات كتير، ليه مستكتر بيقولك هتدخل السماء؟ ليه مستكتر انه بكرة كمان هيكون معاك وهيعمل لسه great things، لسه في حاجات تانية عظيمة جاية؟ لو انت شايف اللي حاصل معاك هتقدر تتوقع اللي هيحصل معاك، هيبقى عندك رجاء بجد. حلم يوسف اللي حلمه وهو طفل انه نجوم بتسجد له وهزقوه اخواته على الحلم، هو اتحقق. العالم كله كان بيجي يسجد قدام يوسف عشان ياكل، بما فيهم اخواته اللي كانوا مطلعين عينيه في يوم من الايام. عشان كده يقول: نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، وكأنه حلم وتحقق. عشان كده واحنا بنقرا التثنية اليومين دول ربنا بيقول لموسى: قول لشعبك كويس، فكرهم كل شوية، بلاش ينسوا. ودي أزمتنا أغلبنا، احنا نسينا يعني ايه تعمدنا، نسينا يعني ايه خدنا المسيح لقب لينا، نسينا يعني ايه الروح القدس سكن فينا، نسينا ان اسماءنا اتكتبت في السماء، نسينا ان احنا عندنا وعود يتمناها اي شخص، ان ربنا معانا مش ضدنا كل الايام مهما حصل. احنا ناسين. فيقول: حيث رأيت كيف حملك الرب إله كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق اللي سلكتموه حتى جئتم إلى هذا المكان، وفي هذا الأمر لستم واثقين. يعني ربنا زعلان بعد كل اللي أنا عملته لسه مش متأكدين؟ ده أنا كنت شايلكوا زي العيال 40 سنة شايلكوا في الصحراء، ودلوقتي لستم واثقين بالرب إلهكم السائر أمامكم ليلتمس لكم مكانا لنزلكم في نار ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها وفي سحاب نهارا. يعني أنت احذر لألا تنسى، احترز واحفظ نفسك جدا لألا تنسى. يعني ايه؟ مشكلتنا ان احنا بننسى العظمة اللي في حياتنا، النعم اللي خدناها. لألا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك. أنت شفت في حياتك معجزات، أنت شفت في حياتك بركات، أنت ربنا سطر عليك في أزمات مش قليلة. أنت اللي زيك طلع نعيه من كذا سنة، ربنا يدي العمر، فأنت واخد عمر إضافي وتكررت كذا مرة بس أنت مش واخد بالك. احترز لألا تنسى، لألا تزول من قلبك كل أيام حياتك. علمها أولادك. ما أجمل الأب والأم اللي يحكوا عمل الله معاهم لعيالهم كل شوية. إحنا كنا فقراء، إحنا كنا في مشكلة، إحنا ربنا ادانا نعمة، إحنا اتنقلنا نقلة، إحنا سطر علينا. لازم تحكي لعيالك، لأن اللي أنت فيه أنت ما دفعتش ثمنه. في اليوم الذي وقفت فيه أمام الرب إلهك في حريب حين قال لي الرب: اجمع لي الشعب فأسمعهم كلامي كي يتعلموا أن يخافوني كل الأيام التي هم فيها أحياء ويعلموا أولادهم. عشان كده بيكرر الكلمة دي: احترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. ما تنساش الحاجات الكبيرة اللي حصلت معاك
وتفضل تبص على الحاجات الصغيرة اللي لسه ما جاتش، يبقى عمال تظلم نفسك وتظلم ربنا معاك. المعنى ده بقى خده بولس ده مذاكر العهد القديم وحافظ غالبا كل المزامير، فقال ايه؟ احنا في هذه جميعها يعظم انتصارنا. In all these things، في كل حاجة بتحصل حوالينا we are more than conquerors. احنا مش مجرد منتصرين، احنا اكتر من منتصرين، احنا اعظم من المنتصرين، لان اللي بيحصل معانا اعلى من مجرد كسبنا الجولة. لا، اللي بناخده اكتر من كده كتير قوي. عشان كده بيقول بقى بمنتهى الثقة، وهو بيقول الكلام ده وحياته كلها مشاكل، بس ما عندوش مشكلة. في مشاكل من كل ناحية، بس هو مركز على اللي اتعامل معاه، مش مركز على المشاكل. فبيقول أنا متأكد إني متيقن لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يا بختك بالثقة دي يا بولس. أنت جايبها منين؟ قال لأنه عظم الصنيع معنا. أنا شايف كويس أنه عظم الصنيع معنا، وعشان كده أنا متيقن. فهمتوا هنوصل لإيه؟ لو الواحد شايف كويس اللي بيتعامل معاه، هيقول بمنتهى الثقة إني واثق، إني متيقن إن ولا حاجة هتغير القاعدة. هيفضل يحبني، مش هيسيبني، وكل اللي بيحصل هيطلع ليا مش عليا، لأنه ربنا دي طريقته معايا. بنفس الثقة دي احنا كنا هنا في رومية 8، لو رجعنا حتة كمان يقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. اللي سبق عرفهم سبق عينهم عشان يبقوا شبه صورة ابنه، واللي سبق فعينهم دعاهم، واللي دعاهم بررهم، واللي بررهم مجدهم. ماذا نقول لهذا؟ يعني لو انت فهمت دي تقول ايه بقى؟ تقول ايه؟ ان كان الله معنا، هي دي يملك كل شيء، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كان ربنا معانا للدرجة دي، مركز معانا قوي، مصر يدخلنا السماء، بيدينا بر وبيدينا مجد وبيشيل كل المعوقات والمعطلات. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ طبيعي لو حاجة محتاجها هيجيبها، ولو حاجة ضرورية لازم يوفرها، وأهم حاجة توصل للسماء في الآخر. خطته كده، غرضه كده، طريقته كده، خبرتك معاه كده، اللي فات كله بيقول ما فيش غير كده لو انت فاهم. فلو انت عايش معنا عظم الصنيع معنا، يبقى هتعيش دايما متوقع العظمة، متوقع صنيع جديد في حياتك. المزمور يكمل ويقول اللي بيزرعوا بالدموع ما يقلقوش، لأنه لازم يحصدوا بالابتهاج. طب ايه اللي دخل الدموع في الموضوع؟ الموضوع كله great things. لا wait a minute، هي الأمور عظيمة بس سكتها دموع، سكتها صليب. طب ومال؟ بعد الصليب في قيامة ومجد، خلاص ما فيش مشاكل. يبقى إن كنا أولاد إننا ورثة لغاية كده عظمة، احنا أولاد ربنا يبقى نورث ربنا. بس خلي بالك، هنورث المسيح، بس هو المسيح سكته إيه؟ إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، فإني أحسب آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم. مش معنى أن بنقول عظم الصنيع معنى معفيين من التعب أو الألم، لا لا، بس في هذه جميعها، في كل الآلام والمتاعب هتشوف الجريت ثينجز، هتشوف العظمة كلها، هتبقى أعظم من منتصرين. المزمور المشهور بيتقال في قداسات كتير قوي، أغلب قداسات الشهداء تلاقي معهم المزمور ده: جزنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الرحب. كانت حاجة عظيمة بتحصل، بنعدي من نار ونطلع من غير ما نتحرق ونغرق، ونطلع عادي النفس ما حصلوش حاجة. لو رجعنا الصيام بقى، عمال يأكد لنا السامرية كانت رايحة مشوار، عاوزة مية ومش عاوزة دوش ولا تحكي مع حد ولا حد يكسفها وضايقها. رجعت جايبة البلد كلها، بقالها
قيمة، إنسانة مشطوب عليها كإنسانة محترمة. دي مش إنسانة محترمة، دي قديسة، دي مبشرة، دي سر خلاص آلاف. إيه النقلة الغريبة دي؟ المجدلية 7 شياطين بقت المبشرة الأولى للقيامة، قديسة. المجدف اللي كان بيشتم المسيح يبقى أعظم مبشر في التاريخ، ده بولس. الكهنة اليهود اللي كانوا ضد المسيح كده عيني عينك، يقول في أعمال 6 جمهور من الكهنة آمنوا. إيه اللي بيحصل ده؟ شغل ربنا. شغل ربنا مش على صغير، شغل ربنا دايما على كبير، وبيعمل اللي الناس بتعتبره مستحيل. عشان كده احنا في الصيام الكبير عندنا لحن بتأمل غالبا ما حدش بياخد باله منه. اللي منكم شمامسة وفاهمين، عندنا لحن اسمه نفسنتي، اللي هو بنرنم المزمور بتاع أساساته عشان نقول الكنيسة دي الجبل اللي فيه المسيح. أساساته في الجبال المقدسة، يحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب. أعمال عظيمة، في الترجمة أعمال عظيمة قيلت عنك يا مدينة الله. يعني المكان الأول اللي تدوق فيه العظمة الكنيسة، بيت ربنا وشعب ربنا هم أكتر ناس بتدوق يعني إيه نقلة من الموت للحياة، يعني إيه الخدمة تجيب نفوس كانت ضد المسيح، يعني إيه شعوب كاملة تعرف المسيح، يعني إيه الموت بيقف مهزوم قدام الكنيسة. ما هي الغلبة التي تغلب العالم؟ إيماننا. يبقى أعمال عظيمة أو مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله، يعني اللي بيحصل مع الكنيسة ده مش طبيعي. واللي يدرس تاريخ الكنيسة القبطية بالذات لازم يقول الجملة دي، ده مش طبيعي، ده great things happened in history. اللي حضر آخر 10 سنين بس 12 سنة في عمرنا يقول ده مش عادي. بس ايه، عاوزة شوية تركيز كده وتأمل، هتلاقي كل حاجة بتحصل. طبعا عظم الصنيع معنا فسرنا فرحين. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياته. في الآخر رغم ان في استشهاد وفي دم وفي حرق كنايس وفي آلام، بس المنظر الأخير عظم الرب الصنيع معنا فسرنا فرحين. لإلهنا كل مجد وكرم.